وأخيرا لجنة التظلمات بات وبت وتبث في أمرها القاطع والغير قابل للنقد والغير قابل لأي حاجة ممكن تحصل لتظلم أو ليه بعدم خصم 3 نقط أخرى من النادي الأهلي في آخر الموسم عشان يبقى الأهلي اتخصم منه 3 نقط بس بتوع ماتش الزمالك. ده بسبب إيه؟ بسبب الكابتن طه عزت رئيس اللجنة الأولمبية هو اللي حط اللائحة، الرجل المعروف بانتمائه الزملكاوي واللي ممكن نقول كده على بلاطة إن الراجل عشان زملكاوي عارف نادي الزمالك ساعات ليه حركات بايخة، حط البند ده إن اللي ما يروحش الماتش يتخصم منه 3 نقط وما يعتبرش منسحب، أما المنسحب هو اللي حضر الماتش ومشي وما كملوش. أنا بالنسبة للبنود دي أنا مش متفق عليها في العموم. يعني ايه فريق ما راحش يبقى مش منسحب؟ ولكن لائحه، قانون، ما تقدرش تتكلم ولا تفتح بقك لان كل الانديه مضت موافقه على اللائحه دي، لكن هنتكلم فيها لا المفروض اللي ما راحش الماتش يعتبر منسحب المفروض. ولكن نشكر استاذ طه عزت رئيس اللجنه الاولمبيه اللي حط هذه اللوائح عشان نادي الزمالك معروف بالحركات دي، واعتقد ان النادي الاهلي كان عارف بهذا البند في اللائحه واستغلها على امل اعاده الماتش او على اقل تقدير ان خدت موقف اتخصم مني 3 نقط والدوري كان نظريا بعيد كده كده وما كنتش كان باص على افريقيا اكتر وكاس العالم. احنا السنه دي ضيعنا حاجات كتير بطولات كتيره جدا بحجه كاس العالم، ولكن في النهايه النادي الاهلي طلع نص البلد، مش البلد كله رفاعي، طلع نص البلد بس ليه؟ عشان اتخصم من 3 نقط. يعني للاسف الاهلي حتى عن الزمالك لسه عامل بيان تظلم دلوقتي، اعتقد الزمالك البيان ده ولا هيعتد بيه ولا حتى حد هيبص له نظره الاهتمام، لان البنود واضحه في اللائحه ان مفيش اعتراض او تظلمات على لجنه التظلمات. يعني لا الاهلي هيعرف يطالب باعاده المباراه ولا الزمالك هيقدر يطالب ان في عقوبه تتضاعف تاني على النادي الاهلي. وانا اتكلمت مره واحده بس عن الكلام ده ساعه ما الماتش ما اتلعبش، بعدها بيوم طلعت وقلت الكلام ده مره واحده وما جبت سيره الموضوع ده تاني، وقلت اسيبه لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل في الاخر. وفي الاخر كان هو المتوقع بنسبه 80% ان الاهلي مش هيتم خصم منه 3 نقط، ولكن في نفس الوقت الماتش مش هيتعاد لانها ممكن تقدر تقول انها غلطه. انا عن نفسي شايف في ظل الظلم والفساد التحكيمي اللي كان موجود انا بالنسبه لي موافق ان الاهلي ما كانش يلعب ودوره هيروح، بس خدت موقف وعرفت الناس اللي ممكن اعمل ايه. ولكن رب ضارة نافعة، دلوقتي الملعب والكورة في ايد النادي الاهلي، يكسب البنك الاهلي السبت الجاي ان شاء الله نكون ضمننا على الدوري بنسبة 98%، لانك ساعتها بنسبة كبيرة هتكون محتاج اقل حاجة التعادل مع فاركو عشان فرق اهداف معاك مستريح شوية. هل ده هيحصل ولا لا؟ هو ده اللي احنا مستنيينه يوم السبت. عاوزين نشوف كورة يوم السبت، عاوزين نشوف لعيبة النادي الأهلي نازلة يوم السبت تاكل النجيلة بسنانها. البنك الأهلي كان نفسي يكسب الماتش اللي فات عشان يبقى مستريح في المركز الرابع بعيد عن المصري ب4 نقط، عشان حتى لو خسر من الأهلي عنده أوبشن إن هو يكسب الماتش اللي بعديه الأخير ويوصل. ولكن بتعادله خلى الفرق نقطة واحدة بس ولا تبرو بالمصري هينزل الماتش قدام الأهلي ياكل النجيلة زي ما كانوا قدام بيراميدز عشان يحارب على المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية. ولكن الاهلي غير بيراميدز، وما تنساش ان جمهور الاهلي هيحضر الماتش ده لان الماتشين اللي كان فيه عدم حضور جماهير خلصوا بحلول ماتش سيراميكا. النادي الاهلي امكانياته قدام بي ام ولكن ورا 28، هو ده الخوف. ولكن الاهلي عودنا ان في اللحظات الصعبه بيعرف يقف ويفرمل ويعمل. ولا مبروك ولا هارد لك في عدم خصم 3 نقط في نهاية الموسم. الأهلي قرا اللائحة صح وقرا اللائحة وفهم هو عاوز يعمل إيه وعمل، والتأثير بان في إيه؟ إن في الآخر الزمالك وبيراميدز مش هيقدروا يعملوا حاجة، والزمالك أصلا هو مش داخل أصلا في الموضوع ولا ليه أصلا أي دور في الموضوع، لكن الزمالك لازم يحشر نفسه علشان هو بيناكف في النادي الأهلي. ممكن تشوف ان هو حقه وممكن تشوف هو مش حقه، ولكن برضو انا مش هاممني ان كان حقه ولا مش حقه. انا كل يهمني السبت الجاي انزل اكسب البنك الاهلي واكسب الدوري وباسمي خدت بطولة كبيرة الموسم ده. سلام عليكم.